توجهت عليه سيدي هنا ضربته بالسكينه بصدره. ظل يغرق سيدي، ظل ينبوع عليه غرق الولد، اختفى في الماء. احكي لي تفاصيل الحادث مال مجنى علي حيدر. توك توك من بيتهم سيدي خذته، طلعنا هو يبيع نفاخ الولد، توجهنا البطل الاكسجين سده، نزلنا من يمه بالتوك توك، اجرنا تاكسي انا وجماعتي. ايش قد صار لك تعرف المرحوم المجنى علي حيدر؟ ما صار لي هو يعني فتره. يعني ايش قد؟ روح انا على البطل الاكسجين مسوي وهاي، وانا اشتغل من تترس اياه بطل الاكسجين لان هو يشتغل بالنفاخ. انت ايش تشتغل؟ مولده. عامل بمولده؟ نعم سيدي. كمل لي. قلت له خل نروح للعطيفيه، قال شو نسوي؟ قلت له ندخلنا بقيله. توجهنا للعطيفيه دراجين صعدنا سيدي، توجهنا للعطيفيه، من هناك طلعنا قبل قال هاي مو نراقيل ورانا، قلت له لا نقعد على السايلو، توجهنا للسايلو هنا سيدي. طبقنا الدراجات، نزلت انا وجماعتي الاربعه وهو خامسنا. ايش قال لك؟ قال لي شو راح نسوي هنا؟ قلت له جو ندخل نرقيله نعمر ونقعد. يعني هسه هو هنا ما يعرف ليش جاي هنا وما يعرف انه شو تريد تسوي له انت وجماعتك. نعم سيدي. تريدون؟ نعم. كمل لي وراها. نزلنا الدرج سيدي انا وجماعتي وهو سيدي. توجهنا لهذا المكان سيدي، نزلنا هنا بدنا نختار، سحب السكينه ما قبل. يعني من سحب السكينه هم ما قبل الولد سيدي. توجهت عليه سيدي هنا، ضربته بالسكينه بصدره، شيت في الماء سيدي، قام يسبح سيدي، توجهنا هناك اريد يصعد من درج، ما تحمل قام يغرق سيدي. وانت لحد هاي اللحظه انه جماعتك يباعون عليك ويحرضوك على القتل. نعم سيدي صحيح. كمل لي. اي سيدي. ظل يغرق سيدي، ظل ينبوع عليه غرق الولد، اختفى في الماء. ظل هنا واقفين حوالي نص ساعه لغايه ما توجهت للبيت سيدي. انتوا المتهمين كل واحد راح لبيتهم؟ نعم سيدي ورا 5 ايام جتي المكافحه شالتني سيدي. 2003 انت وشايل هاي العقليه الاجراميه وتندل هاي الاماكن وشيل سكينه وياك وتضرب بشر. زين حيدر يا مواليد الله يرحمه 2006. 2006. نعم سيدي. بارك الله بكم ما قصرتوا. اعترفوا بجريمه النكهه وان شاء الله ينالون جزاهم العادل. بارك الله بخير في حياتكم. واحنا مديريه مكافحه اجرام بغداد دائما بخدمه المواطن، وعندنا رقم مجاني اللي هو 533. اي شيء تحتاجين تتصلين بهذا الرقم على مدار 24 ساعه. يعني احنا ما كنا نتوقع بهاي السرعه انه تقبضون على 4. انا اشكر من اللواء بذل كل جهد انه هو والمنتسبين اللي تابعين له انه جعلوا القضيه قضيتهم. يعني يقول لي يوم انا اسندك، يوم انا ادفع الايجار، يوم انا اعيش اخوتي، ما خلوا لي كل احد. هذا كان يطلع بي، هذا اللي يجيب لي 10 و15 و20. الله يرحمه. الله لا يوفقهم، الله لا ينطيهم. وبالتالي هذا توجيه لكل شخص يحاول أن يعتدي على حياة المواطنين، راح تكون هاي نهايته. فكر بمستقبلك، فكر بنفسك، فكر بعائلتك.